السلام عليكم، أنا عمار وهاي قناتي. إذا كنت أول مرة تشوف فيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. طبعا متعودين دائما نصور إحنا كواليس الامتحان، بس المرة يعني أنا قلت هذه الكواليس راح تفيدكم. أكو طلاب ما تفيدهم الكواليس، يعني فيديو مجرد 5 دقائق راح تضيعها من وقتك بدون أي فائدة. فقررت أصور فيديو ويا أستاذ باسم كريم اللي هو مدرس مالتي بالخصوصي، مدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء. شلون نقرأ مادة الفيزياء بيومين خلال هاي يعني باكر وعقب باكر، وهواي أسئلة راح تتضمن هذا الفيديو. أستاذ أنت شفت الأسئلة النمط هاي السنة، يعني الثوابت الرياضيات ما جاوبوا ثوابت مثل ما احنا متعودين، والكيمياء ما جابوا ثوابت مثل ما احنا متعودين، الفيزياء بيها ثوابت، يعني هاي الثوابت نعتمد عليها 100% لو حالها حال المواد الباقية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قبل ما نتكلم بخصوص هذا الموضوع، أسأل الله الموفقية والنجاح الباهر للطلاب سواء في الدور الأول أو الدور الثاني. إن شاء الله حظ أوفر للطلاب اللي أجلوا، وللطلاب اللي دخلوا دخول شامل بالدور الثاني إن شاء الله. هاي السنة كانوا الطلاب متوقعين اكو مواضيع ثابتة وواردة وزاريا. الأسئلة منهجية، نعم منهجية، لكن الطالب من يشوف أكثر من موضوع يجي ضمن السؤال يصير عنده خوف وقلق. كذلك الطلاب اللي يأجلون حالة نفسية عند الطالب. فإن شاء الله يتلافى هاي المشكلة بالدور الثاني ويطلع. مو وقت هسه نسولف بخصوص هذا الموضوع، صار خصوص الفيزياء. عندك يا وليدي هاليومين ثوابت بالفيزياء، الفصل الأول ثاني ثالث لازم تجي مسألة. فصل أول مسألة، فصل ثاني مسألة، فصل ثالث، على كل مسألة 10. عندك الفصل السادس مسألة مرشحة بقوة. الفصل السابع والفصل التاسع مسألة كانت تجي قليل بالوزاري، فدر بالك من عندنا هاي السنة. من الفصل السابع وفوق، سابع ثامن تاسع، اقرأ أسئلة الفصل ومسائله. لا تعمق بالفصل، انت قاري أكثر من مرة، مراجعة أكثر من مرة، هاليوم ايش تلحق. لكن الفصل السابع الثامن التاسع اقرأ فقط الأسئلة والمسائل الموجودة بنهاية كل فصل. الفصل الخامس الرابع اقرأ أسئلة الفصل كلش كافية. السادس لا والله، السادس دير بالك اكو شغلات مو موجودة بأسئلة الفصل لازم تتعمق بيها. الفصل الأول ثاني ثالث هي كافية أسئلة الفصل إنه تراجع بيها الفصل، أما كافية تغطي الفصل كامل لا، لأن أكو شغلات بالفصل ما مذكورة بأسئلة الفصل، لكن أنت قاري، أنت هاي أسئلة الفصل تعتبر مراجعة إلك. إن شاء الله الفصل الأول ثاني ثالث والفصل السادس تجي مسألة من كل فصل، والفصل الثامن لازم تجي مسألة لو من 5 درجات لو من 10 درجات، وأنا أرشح بقوة إنه مسألة من 5 درجات، وتبقى لك مسألة لازم يجيبوها بعد، بس عاد متى نحذر فصل خامس، فصل سابع، فصل تاسع. كان عندي إحساس إنه القارئ نسيته، هذا شعور طبيعي لو من الخوف والقلق. لو يعني كل الطلاب تمر بهذا، لو بس أنا شخصيا، يعني قصدي لو بس أنا شخصيا أمر بهذا الظرف. والله شوفوا وليدي، ماكو طالب، احنا هم كنا طلاب، ماكو طالب يخلص المادة ومقبل على امتحان يقول لك أنا كل شيء أتذكر. هذا بسبب التوتر والقلق والقراية الزايدة. فتقول أني القاري ناسي، لكن إن شاء الله تسترجع المعلومات بس تجيك الأسئلة. أنت لا تقرأ الأسئلة قراية كاملة لأن هذا غلط، خاف لا يأثر عليك سؤال أنت قريته بالسؤال السادس وأنت تحل بالسؤال الأول. أرقام تقوم الشمر بالأرقام، تقوم تاخذ معلومة من السؤال السادس تخليها بالسؤال الأول وما تدري بنفسك بلا واعي. فأوليدي اقرأ فرع، سؤال السؤال اللي تحسه صعب عوفه وبالأخير عود ارجع له، تسترجع المعلومات. لا تخاف، إذا أنت مسيطر على المادة وضابطها زين تسترجع المعلومات، اطمن ما تنسي. لكن هذا توتر وقلق، وإن شاء الله تسهل الأمور. بسبب نسب التأجيل العالية لطلاب دفعة 2025 الدور الأول، طلاب 26 صار عندهم رد فعل بخصوص هذا الموضوع. ايش تحب تقول لهم؟ إن شاء الله بداية موفقة إن شاء الله. هذا الخوف والتوتر عند الطلاب من يسمعون الطلاب الدفعة اللي قبلهم انه مأجل والأسئلة صعبة، هاي لا إراديا تصير عادي، لكن بإذن الله إذا سيطرت على المادة
وانت متابع وياي اول باول، تحل واجبات، تحضر المحاضره، تمتحن امتحانات اليوميه والاسبوعيه والشهريه، ما يستعصى عليك عن اي سؤال باذن الله. هي الماده ثقيله، المنهج مطول، لكن انا ما اقدر اتشتف لو اقعد، لازم اكافح واحاول واغير النظره حول القرايه، لازم ابدع، اتعب، سنه مو هينه. وان شاء الله باذن الله انه نهايتها النجاح. رب العالمين عنده قانون الهي انه تتعب وتسعى انا عينك، تقعد ماكو هيج. فانت لازم تتعب يا وليدي، لازم تهم نفسك حتى توصل للدرجه اللي انت تريدها. توصل مو صعبه ابدا، مو صعبه، لكن هم مو سهله، لازم تتعب يلا توصل. فان شاء الله لا تصير عندك رده فعل، لا تتخوف، ابدي توكل على الله وكافح واجتهد واصبر، وان شاء الله تنال اللي تريده. استاذ اكو طلاب معتمدين على شرحك على اليوتيوب، واشوف تعليقاتهم يعني اكو بعض الامور مبهمه، اريد واحد يوضح له اياه، واهم يعني اشوف ماكو رد من عندك. شنو السبب؟ وشلون الطالب يتواصل وياك حتى يستفاد من هاي المحاضرات اللي تنشرها على اليوتيوب، سواء بالفيزياء او بالكيمياء او بالرياضيات، المواد العلميه اللي انت شارحها بشكل مفصل. شوفوا وليدي، يعني بين ما اخلص المحاضرات وضغط العمل ارجع للبيت واني تعبان. مرات ما يجيني الاشعار على اليوتيوب بسبب كثرة الإشعارات أو مشكلة باليوتيوب، ما أعرف. لكن أي طالب يريدني أجاوبه على أي سؤال، إن كان بصمة، إن كان أحل له السؤال، إن كان أنطيه معلومة كتابة، أجاوبك إذا راسلتني على التليجرام أو على الواتساب، والرقم موجود بالقناة بالوصف. فأنت خلي الرقم يمك يا وليدي ودز رسالة بالتليجرام أو الواتساب، بإذن الله بنفس اليوم كل ما أخلص محاضرة أشوف أقدر أردك. أما على اليوتيوب مرات كثرة الإشعارات تلغي الأسئلة وما أقدر أدخل لهن، لأن وقتي قليل بين المحاضرة ومحاضرة، ومن أرجع للبيت وقت متأخر، ما أقدر أشوف الإشعارات على اليوتيوب. أما بالتليجرام يجيني الإشعار مباشرة، أقدر أجاوبك وخلص. باليوتيوب مشكلة إنه تعال تدز بصمة الصوت، تدز صورة وتحل السؤال وتدز له صورة. بالتليجرام والواتساب تكون أسهل. فدز لي وليدي هواية طلاب يراسلوني على التليجرام والواتساب، أبدا ما يطول يوم إذا ما أجاوبه، مستحيل. بس أخلص المحاضرة مباشرة أجاوبه. استاذ كلنا لاحظنا نسب التأجيل العالية طلاب الدور الأول. أقل واحد هسه مأجل ل4، يعني نادر امتحن مواد كاملة. أقل طالب هو مأجل 4 ومأجل 5 مواد الهسه. وصار عنده يعني نوع من الإحباط واليأس، صار قرار الإعادة براسه. أنت شو تقول يعني عن تجارب الطلاب اللي قبلنا بخصوص يعني هذا الأجل، أو تجارب تحكي لنا أنه طالب أجل وفلح بالدور الثاني؟ هل هي صعبة؟ هل الوقت كافي؟ الجدول راح يكون مناسب لنا بخصوص يعني الفواصل الزمنية ومن هذه الأمور؟ السؤال طلاب الدور الثاني اللي دخلوا دخول شامل، أو اللي طالب أجل من الدور الأول للدور الثاني، وليدي عندك فترة زمنية كلش كافية. راح تقول لي شلون؟ خلينا نفرض بين الدور الأول للدور الثاني، خلينا نفرض في 50 يوم، وامتحانات يجوز 20/8. وليدي أنت عندك 50 يوم، خلينا نفرض أنت مأجل 6 مواد، يعني ما معقولة ما امتحنت بالدور الأول مادة واحدة. ولنفرض حتى 7 مواد أنت مأجلها، يعني قصدي الطلاب اللي راح يمتحنون الدور الثاني. وليدي 50 يوم يعني عندك 7 أيام لكل مادة. اللي يأجل للدور الثاني أنت قاري بالدور الأول، ما أنت قاريها ورحت امتحنت، أخفقت لك بفرع، صارت عندك توتر، صار عندك ردة فعل من الطلاب اللي طلعوا، فدفعت نفسك للدور الثاني. فأنت من عندك 7 أيام تعيد المادة، شو ما بسيطر عليها؟ يعني أنا هسه حسبت 7 أيام إذا أجلت 7 مواد وانت قاريها ب7 أيام، كل مادة 7 أيام السيطرة أكيد. أما الطلاب اللي يقول لي أستاذ أنا أجلت الدور الثاني، أنت أكيد بهالفترة مخلص لك فد أقل شيء مادتين قاريها، هم بقى له 50 يوم. هال 50 يوم إذا ال5 مواد هم كل مادة 10 أيام، فأنت أكيد مسيطر قاري السنة كاملة، حتى لو ضابط من المادة 40%. هاي عندك 10 أيام لكل مادة، تقدر توصل لل70 ل80% تدفع روحك. عاد مو الطالب اللي قاري ومسيطر على المادة وجايب خوش درجة، لا يقدر يوصل ل80 ويتعدى 90. فبإذن الله توكل على الله. اللي مأجل لا تتردد ولا تعيد السنة. قرار إعادة السنة ترى مضرة عليك مو نفع.
ما يعيد السنه الا الطالب او الشخص اللي عنده قوه صبر كلش عاليه. مو كل الطلاب يقدرون يصبرون، كل الطلاب يقدرون يكافحون. مرات توصل مرحله انه طق بسبب الضغط. فوليدي عندك من الدور الاول للدور الثاني عندك 50 يوم لكل ماده 7 ايام. لا تقول لي استاذ انا تعبت بالدور الاول واريد ارتاح لي في 10 ايام 20 يوم، ابدا ماكو راحه اذا ما تخلص من السادس. عندك فتره من الدور الثاني للدوام الكليه باذن الله، فتره شهرين ترتاح بيها وتنفع عن نفسك، بس خلص الامتحانات. فلا ترتاح ابدا، تخلص الدور الاول ارتاح لك يومين وبعدين توكل على الله. عيد مرتلخ 7 ايام لكل ماده، والله السيطره يا وليدي. هاي اذا مأجلهن 7. اما اذا انت مأجل لك فد 4 مواد، مأجل لك فد 5 مواد، اذا مأجل 5 مواد لكل ماده 10 ايام، ان شاء الله تسيطر وان شاء الله تصير سوالف باذن الله. بس هم نفسك وتعب، اصبر، لا تتهاون، لا تقول والله استاذ اني بعد طلعت فلتت الامور من ايدي وبعد ما لي خلق. ابد، اطلع من السادس يلا ترتاح، ابدا وليدي ماكو راحه اذا ما تخلص من السادس. مثل ما لاحظتوا تطرقنا لاكثر الاسئله الشائعه، واي سؤال عندكم سؤال علمي بخصوص المواد، بخصوص ليله الامتحان، عندكم الوقت انه تسالون استاذ باسم. راح اخلي لكم مواقع التواصل اللي يتواصلون وياه هنا بالوصف. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا للمشاهده.